الأمن والاقتصاد كان ليهم النهارده نصيب الأسد في المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري، اللي أكد إن الاقتصاد المصري وضعه خطير وإننا مش ممكن نتقدم من غير أمن. معروفة، والناس اللي قلبها على البلد دي بقالها 10 شهور بتهاتي في الموضوع ده لما ريقها نشف. السبب من الحديث النهارده، وكل يوم يبقى فيه سبب، لكن السبب النهارده انه ما زال الساحه في المجتمع المصري بتتحدث على الجانب السياسي. بقالنا 10 اشهر بنتكلم عن الانتخابات الاول ولا الدستور وبعدين الانتخابات تتعمل باي شكل وبقائمه لا بكذا لا، وبعدين دخلنا لحد ما وصلنا اخيرا ابتدينا نتكلم عن نتائج الانتخابات وهل هي صالح ولا غير صالح، وبعدين نتكلم عن المجلس الاعلى الاستشاري، لا ده ملوش فايده، ده له فايده، والحكومه كمان يعني رغم الكثير والكثير بيقول هي قادره انها تسير، الاخر بيقول ليه، والوزير الفلاني ما جاش ليه، والوزير الفلاني جه، والناس دول كبار والناس صغيرين، ونسينا الامر الاساسي والاولويه الاولى اللي احنا بقالنا 10 ايام بنتكلم عليه. لن نتقدم الى الامام الا اذا كان هناك امن، لان الامن هو اللي يحرك التنميه الوضع الاقتصادي. وعشان كده 3-4 ايام اللي فاتوا انا مع علاقتي مع الامن تكاد كل ساعه، وليذهب البعض الى الطريق الصحراوي الاسكندريه الاسماعيليه، كل الطرق ستجد هناك امن يفوق اي وقت مر في ال10 اشهر اللي فاتوا. سنجد عدد كبير جدا بيتحرك داخل المدن، وهناك محاولات مستمره للوصول الى بقر للمجموعه الموجوده خارج القانون. محدش يتصور ان قطاع البترول وصل، مش سر ولكن لازم اقوله، وده الكلام ده موجود، ان دينه مديون للبنوك ب 61 مليار جنيه. وانا مضطر اقول هذا عشان عسى ان اللي بيتكلم عن السياسه يجي معانا ويتكلم معانا، بما وصل ان البنوك غير قادره انها تدير الجديد من هذا. والكلام ده مش مسؤوليه الوزير الحالي، ولكن مسؤوليه ما حدث خلال 10 سنين مضت. بل وصل الامر ابتداء من اول يوليو وزاره الماليه بتدفع 2 مليار جنيه لقطاع البترول عشان يعمل. كيف يمكن اواجه العجز الموازنه في ظل هذا الدين وفي ظل الوضع في قطاعات كبيره ومهمه زي قطاع البترول؟ لابد لي ان اراجع، لان في عجز 134 مليار في الموازنه الترشيد، وفي هناك امور هنصل الى ان احنا نرشد هذا في جانب الانفاق لا يقل عن 20 مليار جنيه. قد يكون هناك شيء من الصعوبه لبعض القطاعات، ولكن سنسعى هذا. في الجانب الاخر في الواردات في الايرادات لابد ان ندفع ايرادات جديده، لان العجز كل ما يقل، كل ما الضغط على الاسعار يقل، كل ما المواطن الفقير يشعر بان شيء الامور بتمشي لصالحه. فانا عاوز اقول انه الاجراء او المحاولات مع كل ما هو موجود حاليا عشان نواجه الازمه الاقتصاديه وفي نفس الوقت الوضع الامني، اعتقد ممكن ان يتقدم الامام لو كلنا تكاتفنا ولو 2-3 وتكلمنا على الاولويه الاساسيه وهي الامن والوضع الاقتصادي. عاوزين نخلي الناس تشعر بفرحه الثوره.